هوري حضراتكم بقى المساحات اللي موجودة في المنطقة دي وازاي تصمم عليها بيت بنفس الطريقة دي كده. ده منزل اهو، هنخش جوه ونشوف تفصيلته عاملة ازاي عشان اللي حابب يشتري بيت في المنطقة دي او يشتري حتة ارض ويوضبها بنفس الكيفية دي. انا هشرح لكم ازاي تعمل حاجة زي كده بنفس الكيفية دي كده. دي اول حاجه كده، انت بتخش مثلا لو انت عايز تقسم حته الارض بتاعتك في المنطقه دي كده. ده كده مدخل البيت، هنا مساحته كله 150 متر في المنطقه دي. ده البيت داير ما يدور كده زي تهويه للبيت. ده هنا كده مدخل الشقه، تمام. دي صاله كبيره اهي. ده هنا تراس يطلعك بره برضو على الجنينه بتاعتك برضو، زي ما انتم شايفين كده. يدخلك كده، وبعد كده احنا ممكن ندخل كمان من هنا الصاله البرانيه دي كده، نخش في اوضه داخليه هنا كده. يعني هنا بيتعمل قعده في الصيف كده، حاجه فله يعني، تمام. وبعد كده يطلعك على الصاله تاني من هنا من الاوضه دي اهو كده. هنا بقى المطبخ، وأوضة جنب المطبخ هنا كمان اهي، والحمام في نفس المنطقة دي كده. يعني اللي بيحب يصمم حاجات زي كده في المناطق دي بيصممها بطريقته، تكون في رسمة معينة انت بتختارها في دماغك وبتنفذها يعني. ادي منظر البيت، سور وزرع شجر من بره في البيت، وفي دور تاني. بصراحة يعني انت بتعمل مكان بتعمل حاجة حلوة ليك ولأولادك يعني. ده التصميم اللي المفروض بيكون موجود في المنطقة دي كده، وبيبص على شارع رئيسي طبعا. يعني ده كده بيبص على شارع رئيسي. في دور تاني طبعا يطلع له فوق كده. هنا الشارع الرئيسي اهو، ده الشارع الرئيسي، الاسفلت العمومي بتاع المنطقة. وادي منظر البيت اهو، كله طوب فرعوني حسب ما انت تكون عايز تعمل في بيتك. صباحكم فل ان شاء الله، واي حد عايز يستفسر على اي حاجة انا في الخدمة تحت امركم. ده بقى نظام الدور التاني، فيها ديكورات و اسف، بلكونة بتبص طبعا على الشارع الرئيسي زي ما احنا قلنا اهو. ده الشارع الرئيسي زي ما انتم شايفين. هي دي المنطقة. نظام الصالة كبيرة طبعا زي اللي تحت. نظام الأوضة هنا اهي، والحمام زي ما انتم شايفين كده، والأوضة التانية اهي. طبعا معمول فيه شوية ديكور حلو قوي حسب اختيارك انت اللون اللي انت عايزه.